محمد مسعد ينطلق يلعب كرة على الأرض. هذه مطلق الحلو الله محمد صورة على طول مرتب جول 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 حلوة على طول. واحدة والثانية على طول. أحمد درويش أحمد درويش في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من المباراة. بالكرة اللعبة من الناحية اليمنى واحدة بيشيل النجع على طول. بيعمل المتابعة لكذا بيعمل متابعة الاستعادة. يوم مسعد لما لعب شوف نجع لما شال وهوب هوب 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 على طول من أحمد درويش. شوف مسعد شال النجعي والمتابعة كانت حاضرة. المتابعة كانت موجودة والكرة على طول بالقدم اليسرى في مرمى القادسية. مع الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول يتمكن أحمد درويش من تسجيل أول أهداف في اللقاء. صالح الهذلول هذه الإعادة وعلى ما يبدو أن الدفعة كانت من نصيب الفريق القدساوي. محاولة بوغاش يتقدم جول على طول. بوغاش يحرز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من المباراة. وسجدة شكر حقيقة من هذا اللاعب الخلوق المتدين الحاج بوغاش الذي يسجل هدف تعادل ويسجل الهدف الثامن. بالتالي يتساوى مع فيكتور سيموس برصيد الأهداف 8-8. كنت أتحدث وأقول بأن اللقاء بين الأهلي والقادسية ومباراة أخرى. حكم المباراة الصافرة كاماتشو تقدم. الله يا كاماتشو على طول من الكرة الثابتة على الطريقة البرازيلية على طريقة استاد الطير هناك في ريو دي جانيرو. لا كاماتشو في ملعب الأمير عبد الله الفيصل من الكرة الثابتة على طول بيحطها في الزاوية اليمنى في نفس الزاوية اللي كان واقف فيها منصور النجعي. قلت لكم ان المباراة ما راح تنتهي بالتعادل. قلت لكم واجزمت بان المباراة لن تنتهي بالهدف بهدف. لا كاماتشو يغير الصورة.